أهلا بيكم في درس رقم 33 في دبلومة كانفا بعربي، والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل تصميم التيشيرت اللي قدامنا ده. وزي ما احنا عارفين التصميم ده بيندرج تحت عائلة التايبوجرافي أو التصميمات المعتمدة على النص. وما تنساش تتابعني لو انت مهتم بمحتوى الجرافيكس، ولو عايز تتعلم ازاي تبقى جرافيك ديزاينر وتشتغل اونلاين لازم تنضم لجروب عالم الموازي اللي فيه 55 ألف طالب بيتعلموا بشكل مجاني تماما، وهتلاقي رابط الجروب في صندوق الوصف. ولو عندك وقت وعايز تتعلم بشكل مكثف ممكن تنضم لجروب في اي بي بتكلفة رمزية جدا. وعشان تعرف تفاصيل اكتر ابعت لي في اي بي على التليجرام بعد ما تنضم للجروب المجاني. ومش هطول عليكم ويلا بينا نبتدي الدرس بتاعنا. واول حاجه عندك هتفتح موقع كانفا وهتعمل كرييت ا ديزاين، ومن الشاشه دي هتختار التيشيرت، ولو مش موجود عندك هتسرش عليه هنا لغايه ما تلاقيه، بعد كده تضغط عليه. واول ما اوصل للشاشه دي هحتاج ان انا اغير الباك جراوند بتاعه التمبلت بتاعتي للون الاسود اللي انا هشتغل عليه. وعشان اعمل كده همسك التمبلت، بعد كده هختار الباك جراوند كلر وهخليه هنا اللون الاسود. وبعد كده هبتدي ان انا اكتب الاربع كلمات اللي انا مكون منهم التصميم بتاعي. وعلشان ابتدي اكتب الكلمات هاجي هنا عند التكست تول واعمل اد ا تكست بوكس. وبعد ما ضغطت عليه جالي هنا ابتدي ان انا اكتب الكلام بتاعي اللي هو ميك. بعد كده هاخد نسخة من ميك وانا ماسك الت شيفت واكتب كلمة يور. بعد كده هاخد نسخة تالتة من كلمة يور هنا واكتب لايف زي ما انت شايف قدامك كده. بعد كده نسخة رابعة واخيرة واكتب كلمة بيرفكت. وبكده انا كتبت الاربع كلمات اللي انا هكون منهم التصميم بتاعي زي ما انت شايف قدامك. وبعد ما كتبت الكلمات هبتدي ان انا احدد الفونتات اللي انا هستخدمها، وهنا هستخدم فونتين. اول فونت هو اسمه جنتي وتاني فونت اسمه اكيو. وعلشان اظبط الفونتات هاخد كلمة يور على جنب عشان هي هتبقى بفونت مختلف، وهختار الثلاث كلمات اللي قدامك دول اللي هي ميك ولايف وبيرفكت. وهاجي هنا في الفونتات هسرش على الفونت بتاعي اللي هو اسمه جنتي، ولما يجي لك هنا هتضغط عليه زي ما انت شايف هتلاقي الفونت اتغير. بعد كده هختار الكلمات بتاعتي وهكبرهم شوية في الحجم كده عشان نشوفهم مع بعض بشكل افضل. وبعد كده همسك كلمة يور هخليها upper case او كلها كابيتال. بعد كده هاجي في الفونتات هنا واسرش على فونت اسمه اكيو زي ما انت شايف، ولما جالي هنا هروح مختار البولد بتاعه. وكده ناقص ان انا اعمل الستايلينج بتاع التصميم، وهمسك كلمة كلمة ابتدي ان انا الونها واديها الحجم المناسب للتصميم بتاعي. تعالوا نمسك اول كلمة اللي هي كلمة ميك نديها اللون اللي احنا عايزين نستخدمه. فهتضغط هنا على التكست كولر وتيجي عند اللون تضغط على العلامة اللي عليه دي وتبتدي تكتب الكولر كود اللي موجود قدامك ده. واللون ده مميز جدا على اللون الاسود. بعد كده تضغط انتر وتبعد خالص. بعد كده تختار هنا الفونت سايز بتاعك تخليه 270. تنزل كلمة يور تحت شوية علشان هنجيلها دلوقتي. وكلمة يور هنا مش هخلي لونها ابيض، هخلي لونها بنفس لون الخلفية. طب هتبان ازاي؟ هتبان علشان هديها بوردر خارجي، وكل ده علشان ادمجها مع كلمة ميك. فتعال نشوف مع بعض هنعمل ده ازاي. هتيجي هنا عند اللون هتخليه لون اسود. هتقول لي اوبا الكلمة اختفت. هقول لك هتيجي في الافكتس من هنا وتديها اوتلاين وتجيبه على اخره وتختار اللون من هنا تخليه اصفر. وبكده الكلمه بتاعتك ظهرت تاني. هتعمل زوم ان وتبتدي تمسك الكلمه وترفعها لفوق شويتين لحد ما كل المسافه السوداء دي تختفي. وبكده انت بنجاح دمجت الكلمتين مع بعض وخليت كأن كلمه ميك سايحه ومكتوب فيها كلمه يور. وده كده الشكل المطلوب. وبعد كده هتيجي لكلمه لايف هتخلي لي حجمها من هنا 285 زي ما انت شايف قدامك كده، وهتديها لون اورنج حلو جدا اللي هو اللي قدامك هنا. وممكن تستخدم اللون ده معايا لانه جميل جدا. بعد كده بتضغط انتر وتبعد عن الكلمه وتيجي تمسك الافكتس هتديها اوتلاين وهتخلي حجمه من هنا 100 زي ما انت شايف قدامك، وتخلي اللون بتاعه طبعا اصفر. وبعد كده تعمل زوم ان وترفع الكلمه بتاعتك لفوق شويتين، ولكن ما تخليهاش تيجي فوق كلمه يور، اخرها عند اخر كلمه يور زي ما انت شايف من هنا. ما تخليهاش تعدي فوق الارك ده، اخرها هنا. هتقولي طب ما في فراغ اسود لسه ما غطيناهوش. هنغطيه بالمربعات او بالدوائر او باي شكل هندسي، ولكن خلي ده للاخر. خلينا في الاول نعمل الستايلينج بتاع الكلام. لازم نبقى مرتبين عشان ما نتوهش في التصميم. واخر كلمه اللي هي بيرفكت هتعمل فيها زي ما عملنا في كلمه يور بالظبط، وهنديها حجم مثلا 230 وهنخلي التكست كولر بتاعها اسود، وهنخلي الافكت عندها اوتلاين حجمه 100 زي ما انت شايف كده قدامك، وهنخلي اللون بتاعه بالاصفر. وبكده انا خلصت
كتابة الكلام هبتدي ان انا اعمل برضو زوم ان والحم الكلام في بعضه واتأكد ان الكلام متوسطن بالعلامة اللي انت شايفها قدامك دلوقتي، الخط السوليد اللي هو اللي لونه موف. ما تخليش طبعا الكلمة تيجي فوق الكلمة، اخرك عند اخر الكلمة اللي هي اللي قبلها، والمسافات دي كلها نغطيها باشكال هندسية مع بعض دلوقتي. وعلشان نبتدي نغطي الكلام بتاعنا عايزين elements، وهنروح للاشكال الهندسية اللي هي shapes. هتضغط على سي اول او اختار اي شكل من هنا. بالنسبة لي انا هختار الشكل الاول ده. بعد كده هعمل له كنترول اكس كنترول في عشان اجيبه قدام المحتوى. بعد كده اقلل الترانسبيرنسي زي ما اتفقنا علشان اشوف اللي وراه واشوف انا بغطي فين بالظبط. وبعد كده ابتدي ان انا اصغر الشكل ده بالمنظر ده، وما يهمكش لان كده كده هنحذف كل الكلام ده ورا فمش هيبان. وخد بالك كمان انك تغطي الحتة دي. هبتدي استخدم الشكل بتاعي تو ذا ماكس. بعد كده ممكن اخد منه نسخة تانية اصغرها شوية عشان اغطي المساحة دي، واخد نسخة تالتة نفس الكلام عشان اغطي المساحة دي. وبعد كده هتضغط على بوزيشن وتروح عندك لللايرز، هتمسك الثلاث نسخ بتوعك تقوم مزود الترانسبيرنسي بتاعتهم. بعد كده تلونهم لي من هنا باللون الاصفر. بعد كده ترجع تاني للبوزيشن، بس المرة دي هترجع بقى كل حاجة عندك لورا خالص، فبالتالي هتلاقي ان التصميم عندك اتغطى تماما وما بقاش فيه اي مساحات سودة. وبعد كده هتمسك كل المربعات بتاعتك وتضغط على كنترول جي عشان تخليهم جروب واحد. هتعمل زوم اوت تتأكد ان مفيش اي فراغات عندك في التصميم، وكده كل حاجة تمام. ولكن فاضل ديفو صغير، ان انت عندك هنا دايرة وعندك هنا مفيش دايرة تربط لايف ببيرفكت. وعشان نحل المشكلة دي احنا هنعمل دايرة بايدينا. هنيجي للعناصر وهنختار سيركل، ولما جات لي من هنا برضو جات لي باللون الاصفر، فشكرا جزيلا. هتبتدي انك تتحكم فيها، تعمل زوم ان عشان تشوف تصميمك كويس، تقلل حجمها علشان الكيرفنج بتاعها يبقى مشابه لده. يعني بص ممكن تطبقها شوية بالكيرف اللي هنا بحيث ان انت تبقى حاجة شبيهة، وتنزلها لتحت شوية بالمنظر ده كده. ممكن تنزلها سنة كمان عشان تلغي المسافة اللي هنا كده اهو بالمنظر ده. هتلاقي في حتة صغيرة ظهرت لك هنا عادي جدا، خد دايرة صغننة كده جنبها كده اهو عشان تغطي اللي عملته اختها في التصميم. تسكت كده؟ لا ما تسكتش، تيجي للبوزيشن وتيجي تاني لللايرز عندك، تمسك الدايرتين الحلوين بتوعك ترجعهم جنب اخواتهم المربعات هنا، وبكده انت كده خلصت كل التصميم بتاعك. اللي فاضل بقى ان احنا نضيف شوية حاجات عشان ندلع التصميم بتاعنا. بس كده انت التصميم بتاعك ككتابة وكستايل خلص. واول حاجة هنعملها ان احنا هنخلي الديزاين بتاعنا يوزد شوية، فعايزين نضيف زي باترن عليها نويز او باترن فيها ديرت شوية. وعشان نعمل كده هتيجي من الاليمنتس وهتكتب كلمة ديرت زي ما انت شايف قدامك كده وتضغط انتر. بعد كده هتيجي في الجرافيكس هنا تعمل سي اول، ما تنساش تضغط على الفلتر وتنزل تحت شوية وتختار الحاجات المجانية عشان تريح دماغك وما يظهرلكش النتائج المدفوعة. بعد كده هتختار رقم 2 اللي قدامك هنا، هتجيبها جوه التمبلت بتاعتك، تبتدي انك توزعها بشكل صح. هتاخد نسخة هنا وتاخد نسخة تانية هنا، وممكن تعمل فليب هوريزونتال عشان ما يبانش ان ايه نفس الباترن متكررة كتير. بعد كده ممكن تاخد نسخة تالتة تنزلها تحت، ونسخة رابعة تجيبها اتجاه الشمال شوية عند الكلام اللي تحت. وبكده انت خليت التصميم بتاعك بقى شكله يوزد شوية. هتمسك اي حاجة وتعمل البوزيشن هنا وتيجي لللايرز بتاعتك وتروح مقلل الاوباستي بتاعتهم شوية عشان ما يسحموش التصميم بتاعك. وتاني حاجة هنعملها في التصميم بتاعنا ان احنا هنستخدم حاجة اسمها سويرلز او انحناءات كده جمالية بنستخدمها عند الاطراف لما نكون كاتبين تايبوجرافي بالستايل ده. ومن غير كلام كتير هتضغط على elements، بعد كده تكتب كلمة سويرلز زي ما انت شايف قدامك كده وتضغط انتر. وانت جوه الجرافيكس تعمل سي اول. بعد كده ما تنساش الفلتر الجميل بتاعنا، تنزل تحت تعمل فري، وخلاص كده انت ظهرت قدامك العناصر المجانية. هفضل انزل تحت شوية لغاية ما الاقي الشكل ده، والشكل ده مجاني زي ما انتم شايفين لان احنا اوريدي عاملين الفلتر وجميل جدا هينفع جدا في التصميم بتاعنا. وكل اللي عليا ان انا اضغط عليه علشان الاقيه جالي هنا. واول حاجه عندي ان انا هظبط اللون بتاعها بالمنظر اللي انت شايفه، وبعد كده هروح جاي مصغر حجمها شويتين كده علشان اعرف اتحكم فيها بالمنظر ده. بعد كده هبتدي ان انا احركها في المكان المناسب واعدل زاويتها شويه بحيث ان هي تفضل جوه التصميم بتاعي بشكل لطيف. المنظر هنا هيبقى ده كده المنظر النهائي بتاعها. ممكن
اظبط الزاوية دي شوية كده تبقى كده ممتازة. وكل اللي انا هعمله ان انا هاخد نسخة وانا ماسك الت شيفت زي ما انت شايف، بعد كده هاجي هنا فوق اضغط على فليب واختار هوريزونتال زي ما انت شايف كده قدامك، وبرضه هظبط الزاوية بتاعتي علشان تكون مطابقة للي هناك كده اهو بعيني. طبعا انت ممكن تظبطها من الزوايا، عشان تظبطها من الزوايا تيجي هنا على بوزيشن وتيجي على ارينج، هتنزل تحت الروتيت هنا تخليها نفس الزاوية اللي هناك ولكن بالنيجاتيف، هنا 16.4 هنا 16.2، فممكن تعمل هنا 4 وتبقى كده الزاوية مطابقة تماما. مش لازم تظبطها بعينك في الأول عشان انت لسه خبرتك ما تسمحلكش. وهنا احنا وصلنا للشكل الجميل بتاعنا، وفاضل بس شوية حاجات بسيطة هنستخدمها عند الانحناءات بتاعة الكلمات الرئيسية، وهي برضو سويرلز. فهنفضل ماسكين نفس الحاجة اللي هنا وهنختار سويرلز تاني، والانحناءات دي برضو تبع السويرلز بتاعتنا، فنفس اللي احنا عملناه هنروح للاليمنتس نختار هنا الكلمة ونيجي هنا في الفلتر نخليه في الفري بس، وهنفضل ننزل تحت شوية مع بعض لحد ما نلاقي الايتم اللي انا عايزها اللي هي اللي قدامك دي. هضغط عليها عشان ابتدي استخدمها، وهنا مش هخليها بالاصفر، اخليها بالاورنج بتاعنا. بعد كده ابتدي ان انا اصغرها شويتين زي ما انت شايف كده، اجيبها عند حرف الاي اصغرها سنة كمان بالمنظر ده، ابتدي اظبط زاويتها كده اهو. بعد كده اخد واحدة كمان وانا ماسك الت شيفت طبعا، وابتدي ان انا بعد كده اعمل لها ايه، اصغر حجمها شوية وابتدي الف زاويتها شويتين. الاول هعمل لها فليب فيرتيكال عشان انا عايزها خارجة من حرف الاي بالمنظر ده، عشان تمشي لي كده اهو كأنها خارجة من ما بين الكي والاي، واظبط الزاوية بتاعتها زي ما انت شايف قدامك كده كده كله تمام. ونفس الكلام هاخد نسخة وانا ماسك الت شيفت، وبعد كده هبتدي ان انا اعمل لها هنا فليب هوريزونتال علشان اقلبها الناحية التانية اللي هي اتجاه الخروج، وبعد كده هلفها وهكبرها شوية عشان حرف الام ده حرف كبير ورئيسي، فانا عايزه يبقى باين شويتين. ممكن اصغرها سنة بسيطة كده بالمنظر اللي انت شايفه قدامك. بعد كده هاخد نسخة من ده وعلى نفس حجمه كده هبتدي ان انا الفه بنفس اتجاهه وانزله عند حرف الام من تحت بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. كده انا خلصت كلمة ميك. بالمثل هعمل كلمة بيرفكت. فكل اللي عليا ان انا اخد نسخة من هنا بالت شيفت، بعد كده اجيبها هنا وابتدي ان انا اعمل لها الاول الفليب هوريزونتال بتاعي عشان تبقى اتجاه الخروج، واجي هنا عند الانحناء ممكن اعمل زوم ان شوية عشان اشوف بتركيز اكتر. ابتدي ان انا اقربها شوية بس ما اقربهاش قوي، واحافظ على المسافة اللي انا عملتها فوق هنا. شايف المسافات دي حاول انك تحافظ عليها تكون شبه متساوية عشان يبقى تصميمك شكله متناسق وجميل. كده أنا خلصت حرف البي، وآخر حتة عندي هو حرف التي اللي موجود عندنا هنا. بعد كده هعمل فليب هوريزونتال بعد ما خدت النسخة بتاعتي، هبتدي إن أنا أظبط زاوية الخروج بتاعتي وأجيبه هنا علشان أظبط زاويته بالمنظر اللي أنت شايفه قدامك دلوقتي. وبكده تصميمنا يكون خلص. كل اللي عليك إنك هتمسك كل حاجة تعمل كنترول جي تتأكد تصميمك متوسطن صح في التمبلت بتاعتك عن طريق الخطين اللي انت شايفهم قدامك دلوقتي. وبكده الدرس ده يكون خلص. طبعا الستايل ده محتاج تطبيق كتير وتشغيل ايد كتير عشان تتقنه، ولكن كل العناصر اللي استخدمناها في التصميم ده مجانية، ما فيهوش اي عنصر مدفوع، وتقدر تعمل شغل احسن من ده 100 مرة كمان بالعناصر المجانية. اهم حاجة يكون تفكيرك واضح. اتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس ده، واشوفكم في دروس جاية كتير.